قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهلا بيكم في الجزء الأول من حكاية زاك متحدي النظام. بتبدأ قصتنا في غابة وبنشوف شخص اسمه زاك بيقطع خشب وبيقول لنفسه أنا بمجرد ما قلت قدام صديقتي الجديدة إن عيلتي خيمت مرة واحدة وأنا طفل، وفجأة بقيت أنا حطها بالرحلة المعتمد، وأنا متأكد إن أبويا كان بيشتري خشب الحريق من المتجر. وعلى أي حال أنا لازم أعترف إن البقاء لوحدي في الغابة مش بالسوء ده، ومن الجميل إن آخد استراحة من أصدقاء هنا، لأن كوني شخص جديد وسط مجموعة أصدقاء بقالهم سنين مع بعض ده شيء مش مريح خالص. وبنشوف تايلور صديق هانا بيقول مين اللي عمل الخيمة دي. ديفيد بيقول له أنا، وبعتذر لأني عملتها بسرعة لأن ايزي كانت محتاجة مساعدة مني في حاجة داخل المقطورة. ايزي بتقول له اهدى يا تايلور، دي المفروض تكون مجرد عطلة وانت عايز قطعة براوني. تايلور بيقول لها لا مش عايز، والوضع برضه كان زي المرة اللي فاتت واحنا وصلنا متأخر ودلوقتي الحاجة مش هتكون جاهزة زي ما كنا مخططين. هانا اللي زاك بيحبها بتقول لتايلور بس الموضوع هينتهي على خير زي المرة اللي فاتت، وكمان زاك يقدر يساعد لانه بارع في الامور دي، لانه كان بيروح مع عيلته اوقات كتيرة للتخييم. زاك بيقول لها ايوه انا هكون سعيد بتقديم المساعدة وانا قربت اخلص تقطيع الخشب. تايلور بيقول له حلو قوي، انت خلصت في الوقت المناسب علشان تروح وتجيب لنا شوية خشب للحريق يا رجل الفأس. زاك بيسكت وبيقوم بيعدي من جنب تايلور وبيقول له اكيد، وبيتحرك ناحية الغابة. تايلور بيقول لهانا حبيبك عصبي جدا يا هانا. هانا بتقول له هو اوقات بيكون كده ولكن شخصيته لطيفة. وبنشوف زاك وهو بيجمع خشب للحريق في الغابة وبيقول انا لازم ارجع دلوقتي، وبيسيب بقية الخشب وبيقول اظن كده كفاية واحنا مش محتاجين الخشب ده كله اصلا لانها مجرد ليلة واحدة. وفجأة وهو ماشي بيظهر ضوء غريب وبينقله المكان زي الفضاء. زاك بيقول هو ايه اللي بيحصل، وفجأة بتظهر رسالة من النظام بتقول له جاري بدء تشغيل النظام واهلا بيك في الكون المتعدد. زاك بيقول كون متعدد ايه ده، وبتظهر رسالة تانية بتقول له اكتمل مسح كوكب الارض والكتلة من الفئة اف وطاقتها غير مصنفة. زاك بيقول هو انا خدت ضربة شمس ولا ايه وبقيت بحلم. وبتجيله رسالة تانية من النظام بتقول له نظرا لعدم كفاية الطاقة والحجم سيدمج كوكب الارض مع كواكب اضافية جندت للاستهلال، وتم اعادة ضبط التضاريس وتعيين نقاط الظهور بشكل عشوائي بناء على الجغرافيا، ونتيجة كده تم ترقية الحياة البرية نظرا لضعف التحدي. زاك بيقول باستغراب كواكب إضافية وكمان حياة برية يعني ايه الكلام ده. النظام بيقول له تم تفعيل الربط بنظام الكون المتعدد. زاك بيقول هو ايه اللي كان محطوط في قطعة البراونيز اللي انا اكلتها عشان يوصلني للحالة دي. ويبدأ ينادي بصوت عالي وبيقول يا هانا ويا ديفيد وفي حد سامعني. وفجأة بتجيله رسالة من النظام بتقول له بدأ الغزو وتم استدعاء المبعوث. وبتيجي رسالة تانية بتقول حصل خطأ لأن المبعوث بيشغل نفس المساحة اللي انت بتشغلها ويجب عليك رمي النرد من اجل البقاء. زاك بيقول ارمي النرد عشان البقاء ضد مين، ولما بيبص وراه بيلاقي وحش عملاق وبيقول ايه ده. تظهر له رسالة من النظام بتقول له نظرا لفجوة القوة الهائلة بين المبعوث وأوخار وبينك فالاحتمالات بتصب في صالح المبعوث، وأوخار من 1 ل100,000 وزاك من 1 ل100، واللي هيحصل على أقل قيمة في رمي النرد هيباد. زاك بيقول بغضب قيمتي 100 وهو 100,000 هي الاحتمالات البائسة دي والفرق جنوني وانا مش هرمي اي حاجة. النظام بيقول تم قبول الامر من زاك وبدأ رمي النار. زاك بيقول له الغي الامر وايه الرمي البائس ده. النظام ما بيستجيبش ليه وبيفضل يعد لحد ما بيقف على قيمة 96. زاك بيقول 96 من اصل 100 اظن دي افضل نتيجة اقدر احصل عليها. وبيجي دور المبعوث وبيبدأ رمي النار. زاك بيقول قدام الاحتمالات دي فانا كده خسران، وانا حتى ما جاتليش اي فرصة اودع والدي او ماكنزي، وانا كنت اخ اكبر فاشل، وانا بتساءل قد ايه من الوقت هيعدي على ما حد من المخيم يكتشف اختفائي وانا هموت واخسر كل حاجة بسبب رمية نرد مشؤومة. ولا مش هيهمني الاحتمالات ولكن ادولي اي فرصة. فجأة بيقف نرد المبعوث على قيمة 91. تظهر لزاك رسالة من النظام بتقول له مبروك. زاك بيقول باستغراب هو انا فزت، وبيبدأ المبعوث يختفي ويدخل جوه جسد زاك وبيغمى عليه. تظهر رسائل من النظام بتقول له ادت نتائج البروتوكول الى استمرار وجود زاك وهزيمة أوخار وجار استئناف البروتوكولات القياسية وجار استدعاء زاك. وبنشوف زاك وهو واقع على الارض ومغمى عليه، ولما بيصحى بيقول هو ايه اللي حصل وهو انا كل ده كان مغمى عليا، انا لازم ارجع لمكان التخييم. ولما بيبص حواليه بيقول انا فين. وبتظهر له رسالة من النظام بتقول له نظرا لعدم كفاية الطاقة والحجم سيتم دمج كوكب الارض مع كواكب اخرى. زاك بيقول هو انا لسه بحلم ولا ايه، وبيبدأ يمشي وبيقول هو ده طريق المخيم. وفعلا بيلاقي المخيم قدامه وبيقول انا كنت متأكد ان كنت قريب منه وشكلهم اشعلوا النار بدوني. وبيتوجه ناحيته ولما بيوصل بيلاقي المكان متبهدل وفي وحش غريب موجود. الوحش اول ما بيشوف زاك بيهجم عليه لكن زاك بيضربه بالفاس اللي في ايده وبيصيبه وبيقول ده مستحيل، هو انا امتلكت القوه دي امتى؟ وبيقول الشاشه اللي انا شفتها قبل كده والوحوش ورميه النرد كل الحاجات دي ما كانتش مجرد حلم وكانت حقيقه. وبيتوجه ناحيه المقصوره وبيقول لهم يا رفاق لو انتم لسه هنا ساعدوني، ولكن الوحش بيقوم من تاني وبيهجم عليه. زاك بيقول هم اختفوا فين وانا لازم اخرج من هنا. بيتفادى الوحش وبيخبط الوحش في المقصوره. زاك بيقول ربما يكون سريع لكن
شكله بمجرد ما يبدأ يجري ما يقدرش يغير اتجاهه، وانا لقيت الحل ومن الافضل ان خطتي تنجح والا هموت. وبيبدأ يجري ناحية الغابة وبينادي على الوحش، وبيبدأ الوحش يجري وراه، وبيقف زاك عند صخرة عملاقة وهو ماسك الفاس بتاعه وايده بترتعش. زاك بيقول هو انا خايف من الموت ولا ايه، ولكن بيمسك الفاس بقوة وبيقول لا ده مش خوف ده غضب. وبيظهر الوحش وهو بيجري بسرعة كبيرة وبيهجم على زاك، لكنه بيتجنبه والوحش بيخبط في الصخرة. وبيستغل زاك الوضع وبينزل ضرب فيه بالفاس بتاعه، وبيقول ده ولا حاجة قدام كل اللي مريت بيه، ويكمل ضرب فيه لحد ما بيقتله. تظهر له رسالة بتقول له مبروك تم اكتساب 100 عملة نوكس. وبيبدأ زاك يتحرك ناحية المخيم من تاني وبيتوجه للمقصورة وجسمه كله ملطخ بالدم، بيقول احنا بحاجة للعودة وبيغمى عليه. وبعدها بنشوف زاك بيصحى وبتكون راسه وجعاه وبيبص على ايده اللي كلها دم، وبيقول هي الساعة كام دلوقتي، وبيطلع تليفونه وبيكتشف انه نام لمدة 3 ايام. وبيخش المقصورة عشان يعالج نفسه ويغير هدومه. بيقول هي هانا والباقيين راحوا فين، وعدى 3 ايام ومفيش ليهم اي اثر حوالين المخيم، وحتى كل اغراضهم لسه زي ما هي. وانا لازم اكون واقعي، وبما انهم لسه ما رجعوش لحد دلوقتي فاكيد مش هيرجعوا ابدا. وبيخرج لبره وبيقول هو ايه اللي بيحصل هنا، وازاي جسمي شوفيها بالسرعه دي، وانا كنت المفروض اكون ميت ولكني لسه حي وحيد في الغابه، وكمان ما فيش اي شبكه للهاتف، وبطاريه العربيه خلصانه، كمان في وحوش. وعلى اي حال هو ايه نوع الكائن ده، هو نوع من الفضائيين ولا ايه؟ ولو الغابه دي اتحولت لجحيم فايه اللي حصل لبقيه الكوكب؟ وانا لازم ارجع للبيت. وبيتسلق شجره، ولما بيبص قدامه بيلاقي المكان كله بقى غابه وجبال ومحيط. زاك بيقول ازاي في محيط وانا مش شايف اي نهايه ليه، وانا على جزيره ولا ايه؟ وبيقول بصوت عالي وبكل غضب اللي انت عملته في العالم بتاعي ايها النظام البائس. وفجاه بتظهر له رسائل من النظام بتقول له ولد للمجزره اول من قتل وحشا في العالم، وكل الخصائص هتزيد بنسبه 10%. والحاصد الاسمى اول من قتل جنرال الغزو بمفرده في العالم، كل الخصائص هتزيد 5 نقاط. وضربه الحظ النجاح في خداع الموت في محاوله كانت كل الاحتمالات ضدك، والحظ هيزيد 5 نقاط. وقاهر العمالقه قتل عدو اعلى منك ب5 مستويات، وكل الخصائص هتزيد نقطه واحده. وتلميذ ديفيد وقتل عدو اعلى منك ب10 مستويات بمفردك، كل الخصائص هتزيد نقطتين. القوة المفرطة قتل اعداء اعلى منك ب25 مستوى، كل الخصائص هتزيد 3 نقاط. وذابح التنانين قتل عدو اعلى منك ب50 مستوى بمفردك، كل الخصائص هتزيد 5%. والمغامر الوصول الى المستوى 10، القوة هتزيد نقطة، والتحمل نقطة، والذكاء نقطة. زاك بيقول هو ايه كل ده، وبعدها بتظهر له لوحة من النظام فيها كل بياناته واحصائياته، وبيكون مكتوب فيها الاسم زاك والمستوى 16، والعرق بشري، والانتماء للارض، والالقاب هي ولد للمجزرة، والحاصد الاسمى، وضربة الحظ، وقاهر العمالقة، وتلميذ ديفيد، والقوة المفرطة، وذابح التنانين، والمغامر. ونقاط القوة 31، والبراعة 25، والتحمل 27، والحيوية 27، والذكاء 29، والحكمة 29، والحظ 44، والعملات المكتسبة هي 5100 عملة. زاك بيقول هو العالم اتحول للعبة فيديو ولا ايه، وانا في المستوى 16 بالفعل، وده بسبب رمية النرد. ويبدو ان معظم خصائصي جاية من الالقاب. وبتظهر له رسالة تانية بالمهمات النشطة وهي امكانيات بلا حدود، وهدفها الوصول الى المستوى 25، والمكافأة فتح فئة، ومهمة قطع الرؤوس اقتل المبعوثين ال4 وجنرال الغزو في خلال 3 شهور، والمكافأة 10 بلورات نوكس من الفئة اي، ومبنى فريد يعتمد على الاداء، ومهمة سيد الغزو اقهر الغزو واحمي نقطتك الحصينة لمدة 3 اشهر، والمكافأة ترقى النقطة الحصينة الى بلدة وترقى المكانة الى لورد. زاك بيقول حتى في مهمات كمان، وشكل الشعاع الاحمر ده هو الغزو، ولكن ايه هي النقطة الحصينة دي؟ وبمجرد ما بيقول كده بتظهر له رسالة من النظام بتقول له تم استيفاء شروط انشاء نقطة حصينة، هل تريد انشائها الان؟ زاك بيقول دي شكلها نوع من القواعد، هيكون من الجائد الحصول على مكان اسميه منزلا، واكيد مش هيكون اسوأ من مقطورة في الغابة اللي مليانة وحوش دي. وبيقول للنظام انشئ النقطة الحصينة، النظام بيقول له تم الانشاء بنجاح. زاك بيقول بس كده هو الموضوع بالبساطة دي؟ وفجأة بيظهر مخلوق غريب طاير في الهواء وبيقول لزاك انت بتعمل ايه؟ زاك بيقول له انت مش بشري. وفجأة بيختل توازن زاك، وقبل ما يقع من على الشجرة بيمسك في شيء وبيكون تعبان عملاق. التعبان بيكتفه. زاك بيقول دي نتيجة التهاون للحظة واحدة، والامر ممكن يكون زي اللعبة ولكنه مش كده خالص، وانا مش هقدر اتحمل تكلفة التهاون خالص اللي هتكون حياتي، ولو كنت عايز انجو لازم اصبح اقوى. وبيمسك الافعى وبيقع هما الاثنين من على الشجرة. زاك بيقول النظام بيكافئ الصيادين والقتلة، والقوة هي اهم حاجة في العالم الجديد ده، ومفيش اي حاجة تانية مهمة. الشيء الغريب اللي كان طاير بيقول لا بأس، واظن انه ما خدش فرصة حقيقية ببدءه في مكان زي ده، والنقطة الحصينة كانت هتساعده، ولكن هو فعلا كان بيفكر يختار شجرة كنقطة حصينة. وانا ساعدت كائنات من اعراق وحضارات كتير عبر الكون المتعدد، وكان دايما البشر معروف انهم عاديين، ولكن بناء بيت فوق شجرة فدي اغبى فكرة. ولما بيبص على زاك بيلاقي قتل التعبان العملاق. الشيء ده بيقرب منه وبيقول شكلي كنت مخطئة في تقييمي الاولي، ممكن يكون عندك شوية مميزات، واسمي هو ابارك وتقدر تناديني ابي، وانا ارسلت لهنا عشان اساعدك في انشاء نقطتك الحصينة. صاحبنا بيقول لها انا اسمي زاك
وانت تقصدي ايه بمساعدتي؟ ابي بتقول له رائع، ده شكله مغفل اخر ما سمعش كلام الجنيات في البرنامج التعليمي. بتكمل كلامها وبتقول له انا المساعده المعينه ليك لما اخترت المكان ده كنقطه حصينه. زاك بيقول لها جنيات ايه وانا ما سمعتش، لان النظام الغبي ده ما ارسلنيش لاي برنامج تعليمي وسابني وحيد في الغابه الملعونه دي لمده 3 ايام. ابي بتقول وهي مصدومه العالم ده بدا من 3 ايام بس، اكيد انت تقصد شهور. زاك بيقول لها لا. ابي بتقول لو ده فعلا صحيح فشكل تعينت المتحدي. زاك بيقول لها تقصدي ايه؟ ابي بتقول له انا هضطر افصل لك شويه حاجات بما انك ما رحتش للبرنامج التعليمي وعلامك قدومك في الكون المتعدد، والكون ده بيحتوي على كواكب لا تعد موجوده من مليارات السنين، وكتير من الناس في العالم بتاعك اتنقلوا لمدن البرنامج التعليمي عشان يتعلموا خلال الشهر القادم. زاك بيقول لها يعني عيلتي بامان؟ ابي بتقول له لو كانوا في البرنامج التعليمي فهم بخير لحد دلوقتي، ومع ذلك ففي شويه من الناس بيعانوا من نقص حيث لا يمكنهم امتصاص الطاقه الكونيه بشكل طبيعي، وكلهم بيموتوا، والبشر اللي ما بيقدروش يتطوروا فهم بيمتلكوا فرصه صغيره قدام المخاطر المتزايده من النظام. زاك بيقول له بالنسبه للمتحدون وانا مقدر ليا الموت؟ ابي بتقول له ربما وربما لا، والمتحدي هو بشري بيكتسب قوه تتجاوز بكثير ما هو متوقع، والنظام وقتها بيعتقد انك ضعيف وبيتركك للموت ولكنك بتتحداه، والتحدي هو نوع من القوه في حد ذاته، ولكن وضعك متطرف حتى بالنسبه للمتحدي وانت منحت فرصه كويسه ولكنها مش هتكون سهله. زاك بيقول لها انت بتسمي كوني كنت هموت بسبب رميه نار دي فرصه؟ ابي بتقول له انا ما بسميهاش كده ولكن النظام بيسميها، وفي المخطط الكبير للكون المتعدد صوت النظام هو واحد من الاصوات القليله التي تهم، وانا عايز احذرك واقول لك ان النظام بيكره الجبناء واي فشل او استسلام فانت هتعاقب. زاك بيقول لها انت تقصدي اني لازم اكمل كل المهمات واقتل كل الشياطين؟ ابي بتقول له ايوه، والنظام بيراقبك فلا تخيب اماله، وكمان نصيحه مني لازم تحاول تكمل كل المهمات خلال شهر واحد بدل 3، وده هيخليك. وقبل ما تكمل كلامها بتختفي وبتظهر لزاك رساله من النظام بتقول له عاد مسؤول النقطه الحصينه مبكرا بامر من النظام. زاك بيقول هو ايه اللي حصل ده؟ بنروح لمكان زي القصر وبيكون فيه احتفال، بنشوف شخص واقف متضايق وبتيجي واحده وبتقول له انت شكلك مش سعيد خالص يا عزيزي ارجوس، وبتسم لان النهارده احتفال. ارجوس بيقول لها وانا هحتفل على ايه؟ بتقول له جدك يا ارجوس سماك بجنرال الغزو وده شرف بيحلم بيه اي فرد في العشيره. ارجوس بيقول لها ده شرف لدرجه انهم ممكن يقتلوا عشان يحصلوا عليه. البنت بتقول له اظن انك لازم تستعد للقتال بدل تضييع الوقت ده. ارجوس بيقول لها اقاتل؟ انا فكرت انك عارفه انا بفكر ازاي يا آلية، وانا مش هقاتلهم ودي لعبتهم مش لعبتي. وبنشوف الشخص اللي بيشرب بيتسمم وبيموت، وبيجي تاني يوم الصبح وبنشوف وحش بيشرب من النهر وفجأة بيظهر زاك وبيقتله، وبتجيله رسالة من النظام بتقول له لقد حصلت على لقب جديد وهو قاتل الشياطين، وبيزيد الخصائص بنسبة 3% عند مواجهة الأعداء الشياطين، وكمان حصلت على 100 عملة نوكس ولقد ارتفع مستواك. زاك بيقعد على الأرض وبيقول أخيرا، والنظام ده لا يجعل الارتقاء في المستوى أمر سهل خالص، وشكلي بحصل على بضع نقاط خصائص لا أضعها أينما شئت عند الارتقاء، وأنا لسه ما استخدمتش النقاط من ساعة بدايتي من المستوى 16، وبيكون عدد النقاط الحرة هو 32 نقطة. زاك بيقول هو أنا لازم استنى لحد ما أعرف أفضل طريقة لتوزيعها، ولكن قتالي مع الأفعى أثبت إني مش لازم أكون مهمل أبدا ولازم أحافظ على تقدمي، وكمان لازم أزيد الخصائص اللي أنا عارف إنها هتساعدني. وبيحط 10 نقاط في القوة و6 في البراعة و5 في التحمل و11 في الحيوية، وبيقول ما عادش فاضل غير 25 يوم على نهاية الشهر الأول، وهو أنا ممكن أقدر أحقق اللي أبي قالته، وأكيد في سبب خلاها تقول لي كده، والسبب ده خلى النظام يعاقبها قبل ما تقوله، وإما إن إكمال المهمات دي في شهر واحد هتديني مكافأة خاصة، أو إنه بعد شهر واحد حياتي هتكون أصعب بكتير. وبينما الكل عالقين في الشيء اللي بيسمى البرنامج التعليمي فأنا لازم أنتهز الفرصة اللي بملكها ولا يمكن إهدارها. وبيسحب الفاس من جثة الوحش وبيقول جه وقت العمل، وبيجي الليل وبنشوف زاك مولع نار وبيشوي لحمة، وبيفتح نافذة النظام وبيقول أنا معظم ألقابي تتعلق بكوني أول شخص بيفعل شيء، وبيقول أنا بعد ما أنشأت نقطتي الحصينة ما حصلتش على أي حاجة، مما قد يعني إن في ناس سبقوني في إنشاء النقطة الحصينة، أشخاص زيي تماما، ولو استطاعت أفعى بسيطة تصبح بالسرعة والقوة دي فأنا ما أقدرش أتنبأ بمدى القوة اللي الآخرين وصلوا لها، ولا بد من وجود شيء في متجر النقطة الحصينة يمكن أن يجعلني أقوى أو يساعدني في العثور على عيلتي. وبيفتح المتجر وبيقول شكل كل حاجة بتشترى بعملات نوكس، وأنا بحصل على 100 عملة مقابل كل كلب شيطاني بقتله، وحصلت برضو على بضع عملات بعد ما قتلت الأفعى. وبيلفت نظره في المتجر جهاز نقل آني، وبيقول هو فرحان هو ممكن يقدر ينقل عيلتي ليا أو الأفضل ينقلني أنا ليهم، وبيظهر له تكلفة الجهاز اللي بتكون 10 مليون عملة نوكس. زاك بيقول ده هيكون عدد هائل من الكلاب الشيطانية، وأنا مستحيل أحصل على العدد ده بالقتل فقط، ولكن ممكن عن طريق المهمة. كتير من المباني في المتجر بتمنح مزايا جنونية، ولو حصلت على مبنى قوي من البداية فأنا لازم أحاول وده أفضل حل، ولكن زي نقاط الخصائص فأنا لا يمكنني مجرد ادخار عملات نوكس، ولازم أنفقها على حاجات هتساعدني دلوقتي، ولم يكن هناك سوى حاجتين جديرين بالذكر أقدر أتحمل تكلفتهم، وأول حاجة كانت مهارة وهي مهارة عين البصيرة،
صغيرة وسعرها 3000 عملة نوكس، وطريقة استخدامها عن طريق توجيه الطاقة الكونية لاستخلاص معلومات أساسية عن مخلوقات معينة. والشيء الثاني كانت مصفوفة التجميع المصغرة من الفئة F وتكلفتها 3000 عملة نوكس، وبتجمع الطاقة الكونية من المنطقة المحيطة وبتنقلها لمرتدي القلادة. وبينما أنا برتدي القلادة فأنا همتص طاقة كونية بتعادل تقريبا قيمة كلب شيطاني واحد كل 24 ساعة. وكمان أنا هكتسب الطاقة حتى وأنا نايم، وأنا ممكن ما أكونش ممارس حقيقي بس ما فيش حاجة تمنعني من تعلم مهاراتهم. وبما إن تجميع الطاقة هيستغرق وقت طويل فأنا هروح وقتل شوية كلاب شيطانية، ومنذ ذلك الوقت فأنا قضيت كل وقتي في الصيد. ولما كنت بباغت الكلاب الشيطانية كانت بتسقط بسهولة، ولكن لما ما كنتش بقدر أباغتهم كانت الأمور صعبة. ولكن مع كل مواجهة كنت بتعلم حاجات جديدة، وإزاي أتحكم في فاسي بشكل صحيح، وكمان إزاي أصد الهجمات، وإزاي أستخدم مهاراتي الجديدة. وبيستخدمها على الكلب الشيطاني وبتظهر له معلوماته، وبيكون من فصيلة باراجيس وينتمي لعشيرة أزاريزا. كمان أنشأت مخابئ إمدادات متنوعة حوالين الجزيرة عشان لو حصل حاجة وما قدرتش أرجع للمخيم. كملت بقيت أيامي بصطاد وبقاتل وبنزف، وفي الفترة دي قتلت العشرات وربما المئات من الكلاب الشيطانية، وكل ارتقاء في المستوى كان بيبقى أبطأ من اللي قبله. ولكن قوتي كانت بتنمو باستمرار لحد ما البراجيست ما عادتش مفترسين في نظري بل أصبحوا فارستي. وبيكون وصل للمستوى 23 وبيقول أنا لازم أرفع مستواي أكتر، وفاضل أقل من 5 أيام حتى نهاية الشهر الأول. وبنرجع للقلعة وبنشوف أرجوس قاعد على المكتب، وفي شخص اسمه ريديل بيدخل المكتب. أرجوس بيقول أنا مبسوط إني شفتك يا ريديل، وقول لي كيف تسير استعدادات الغزو. ريديل بيقول له كنت هتعرف الإجابة لو كلفت نفسك وقريت التقارير. أرجوس بيقول له أنت هتعمل إيه بصفتك نائب ليا؟ ووظيفة القائد هي إلقاء الأوامر مش صح كده؟ وقرب اقعد أنت شكلك تعبان شوية. ريديل بيقول له أنا بفضل الوقوف، وبيقول له بغضب سكران. أرجوس بيقول له ليه الكل بيفضل يقول لي كده؟ وليس وكأن هناك الكثير لأقوم به، لأن دورنا في الغزو مش هيبدأ إلا بعد عدة أسابيع. ريديل بيقول له عندك حق يا سيدي، وتفضل وقع الورقة دي وارجع لشربك تاني. بيكون مضمون الورقة هو تعيين ابن عم ريديل اللي بيكون اسمه كيوفران لمنصب سيد الكشافة. أرجوس بيوقع عليها وبيقول له ليه لأ. ريديل بيتوجه للخروج وبيبتسم ابتسامة خبيثة وبيقول شكرا أيها الجنرال وأنا هحرص على اتباع أوامرك بسرعة. أرجوس بيقول له أنت راجل جيد وأنا عارف إن أقدر أعتمد عليك دايما. وبعد ما ريديل بيخرج أرجوس بيقول فاضل كام أسبوع وأقدر أتحرر من وكر البراجيست ده. وبنرجع لزاك اللي بيكون بيتتبع آثار واحد من البراجيست، ولكن فجأة بيظهر واحد عملاق وبياكل الصغير. زاك بيحاول ينسحب وبيبدأ يجري، لكنه بيلاحظه ولما بيهجم على مكانه ما بيلاقيش زاك. زاك بيجري وبيقول ايه ده، وهو ممكن يكون مبعوث ولكن حجمه اكبر بكتير من باقي الوحوش، وهو ده الشيء اللي لازم اقتله. ده مخالبه قد دراعي وانا لازم ارجع بسرعه للمخيم، والطريقه الوحيده لاقتل الشيء ده هو ان احط خطه. لما بيوصل للمخيم بيلاقي وحشين غريبين بيشوا لحمه. زاك بيستخبى ورا شجره وبيقول هو ايه ده شكله اكثر ذكاء وهو ارسل هنا عشان يلاقيني، وهي وظيفته اخبار الاخرين بمكان نقطتي الحصينه. انا لازم اكشف بعض المعلومات عنه. بيستخدم مهاره عين البصيره وبيظهر له معلوماتهم، وبيكون واحد من فصيله امب والتاني من فصيله جويلي، والاثنين بينتموا لنفس العشيره. ولكن امب بيحس بمهاره زاك وبيهجم عليه بنار غريبه. زاك بيصد اول هجوم ويتجنب الثاني، ولكن الوحش الثاني بيهجم عليه وبيكسر الفاس بتاعه وبيوقعه على الارض. زاك بيبعده عنه وبيكون اصاب بنار امب في كتفه، ولما بيطفيها بيلاقي مكانها حروق خطيره وبيقول ايه النار الغريبه دي لمستني لمده قليله ولكن انا حاسس ان روحي كانت بتتحرق. زاك بيقول 2 ضد 1 وكمان فاسي مكسور، ولو انا ما قدرتش اتغلب عليهم فانا ما استحقش الفرصه اللي حصلت عليها. وبيبدا يهجم عليهم. امب بيهجم عليه بالنار الغريبه ولكن زاك بيتجنبها وبينزل ضرب في الوحش الثاني بايده، ولكن امب بيستغل ده وبيهجم عليه وبيصيبه بالنار في ظهره. زاك بيقول اظن ان نجاتي لحد دلوقتي كانت مجرد حظ وشكلي هموت في النهايه. الوحش بيهجم عليه بديله، ولكن وقتها زاك بيبدا يشعر بالطاقه الكونيه، وبنعرف ان الطاقه الكونيه هي حجر الاساس في الكون المتعدد. ومنذ وصول النظام ومنذ اول شيء قتلته كانت الطاقه الكونيه بتسكن في جسد زاك. مصفوفه التجمع علمته ازاي يشعر بيها، ودلوقتي يجي الوقت عشان يتعلم ازاي يتحكم فيها. وفجاه زاك بيمسك ديل الوحش بايده وبيقول له ما كانش لازم تكسر الفاس بتاعي. امب بيهجم عليه لكن زاك بيستخدم الوحش الثاني كدرع ليه. تستمر المعركه بينهم لحد الصبح، وبيكون ده هو اليوم الاخير في الشهر الاول، وبتنتهي المعركه بفوز زاك. وبنشوف زاك قاعد بيشحذ عصايه للفاس بتاعه بدل اللي اتكسرت، وبيقول كان هيكون من الجيد الوصول للمستوى 25 والحصول على فئه، ولكن ابي قالت اني لازم اخلص المهمات بتاعتي خلال شهر ولن يحدث ذلك الان. ولكن ده مش معناه اني هتكاسل، لان النظام بيكافئ اللي بيخوض المخاطر. ودلوقتي يجي الوقت عشان اقتل المبعوث الثاني. وبنرجع لمكان ارجوس وبيقول ده كان شهر مزدحم للغايه مش كده يا ريديل؟ ريديل بيقول له ايوه بالنسبه لبعضنا، ولكن دي البدايه فقط، وعندما يكتمل تشكيل البوابه ونعبر من خلالها هنكون معزولين عن بقيه العشيره، ووقتها هيبدا العمل الحقيقي. وبنرجع لزاك اللي بنشوفه وهو بيجري من المبعوث اللي بيكون من المستوى 45 وبيتجنب هجومه، وبيفتكر نصيحه ابوه قالها له وهم بيصطادوا زمان، وهي ان كل حيوان بيمتلك حاجه بتميزه عن غيره، ولكن ما فيش اي حيوان يقدر
يقدر يستخدم الادوات او الفخاخ لانها تخصصنا احنا. وكمان رجال الكهف استخدموا الرماح، والمغزى اننا مش بنصطاد الاشياء لاننا الاقوى او الاسرع، ولكن علشان بنستخدم عقولنا، وده هو اللي بيخلينا مميزين. وبنرجع بالزمن لساعتين قبل قتال زاك للمبعوث، بيكون بيعد فخ في الغابه، وبنرجع تاني لزاك وهو بيواجه المبعوث وبيقول انا ما اقدرش افوز بقوتي لوحدها لان الفجوه بين قوتنا كبيره، وضربه واحده من المبعوث هتخليني في عداد الموتى، وعلشان كده لازم اتاكد ان ضرباته مش هتصيبني ابدا. وبنشوف زاك وهو بيجرحه بعينه في الفاس، ولكن المبعوث بيهجم عليه. زاك بيستخدم الطاقه الكونيه وبينقلها لدراعه عشان تكون صلبه وبيصد الهجوم، وبيبدا يجري ناحيه الفخ وبيخلي المبعوث يجري وراه. زاك بيقول انا مش هقدر استخدم الطاقه الكونيه لمده كبيره لاني مش ممارس وممتلكش الا قدر صغير منها، كل قطره هستخدمها لازم تكون في محلها ومفيش اي مجال للخطا. زاك بيستخدم الطاقه الكونيه وبيوجهها لرجليه وبيهجم بسرعه على المبعوث. وبنروح لبوابه النقل وبنشوف ارجوس وهو رايح ناحيتها وبيسال الموجودين عن مكان ريديل. الشخص ده بيقول له هو عبر بوابه الغزو ايها الجنرال ولكنك مش هتلحقه، وبيظهر عدد من الجنود وبيحاصروه. وبنرجع لزاك اللي بيكون بيهرب من المبعوث وبيكون منهك لان جسمه ما عادش قادر يستحمل استخدام الطاقه الكونيه اكتر من كده، ولكنه ما بيقفش لانه بيكون قرب من مكان الفخ وبيستخدم الطاقه الكونيه وبيغير اتجاهه في ثانيه، والوحش بيكمل طريقه وبيقع في الفخ وبيتحول لاشلاء. وبتيجي لزاك رساله من النظام بتقول له وصلت للمستوى 25 ولقد اكتملت المهمه والفئه متاحه للاختيار الان. زاك بيقول لقد فعلتها، هتسمع ذلك ايها النظام البائس، لقد قتلت وحش اخر. وفجاه بيشعر زاك بهاله دمويه كبيره وبيظهر عدد كبير من براجيس. وبنرجع لمكان ارجوس اللي بيكون هو والاثنين اللي معاه قتلوا كل اللي محاصرينه. واحده منهم بتقول له احنا المفروض نلبس التنقلات دي لحد امتى؟ ارجوس بيقول لها لحد ما اقول عكس كده يا نميس. الثانيه بتقول له حتى انا. ارجوس بيقول لها خاصه انت يا آلية، وانا مش عايز حد في العالم الجديد يعرف عن انضمامه، لما احتفظت باوراقي قريبه مني هيكون افضل. اليفار بتقول له انت شايف ان ده تصرف حكيم يا ارجوس لاننا مش هنحصل على حمايه جدك بمجرد ان تغلق البوابه، ووقتها نكون معزولين تماما. ارجوس بيقول له زي ما يكون يا اليفار لاني زهقت من العشيره البائسه دي وطعنتهم في الظهر، والكوكب الجديد ده مش هيشكل تهديد على حياتي اكتر من اللي بيشكله موطني، وكل اللي فاضل هو مقابله السكان المحليين. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.